ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم شوية عن تحليل ماتش الزمالك والبنك الأهلي. هنشوف ايه الزمالك بدأ ازاي ونهى ازاي. هنشوف الزمالك لعب بكام تشكيلة أصلا في الماتش. هنشوف النهاردة برضو الكابتن مجدي عبد مج... آه، مدحت عبد الهادي عمل ايه النهاردة في الماتش، وإدارته للماتش كانت ماشية ازاي. آه خلينا نتكلم شوية ونشوف الأول ايه العيوب بتاعت النهاردة وايه المميزات اللي الزمالك خدها النهاردة. اولا الزمالك لعب الماتش بكذا تشكيل، يعتبر الكلام ده لحد الدقيقة 72. الزمالك بدأ بداية حلوة جدا في الماتش، يعتبر اللي على الورق 4-2-3-1، بس الزمالك لعب ب 3-4-3، وده كان باين جدا في فكرة ان انت كنت بتطرف السرد باكين. يعتبر هما كانوا بيبقوا اخر اتنين موجودين السرد باكين، وبتنزل في وسطهم واحد تالت، سواء بقى هو عبد الغني او سواء كان دونجا. حد فيهم كان بينزل يستلم الكورة وبيطلع بيها. تاني حاجة كانت الميزة النهاردة لحد تقريبا نهاية الشوط الأول أو لحد خروج سيف، إن أنت كنت سايب سيف أصلا في الملعب، إن أنت كنت بتخليه هو الوحيد اللي عنده كورة تقل اتزان في الملعب. كان بياخد الكورة وهو اللي بيروح بيحرك اللعيبة بتاعتك، سواء الهافات أو الفيرود. كنت الزمالك بيلعب بخطة واحدة أو بفكرة واحدة، إن أنت بتاخد الكورة وبتبدأ تشعلق الطويلة عامة للفيرود اللي هو ناصر. كان الزمالك بعد كده إيه اللي بقى بيعمله؟ بس كان هو بيرمي الكورة لناصر، ناصر بياخدها بقى، بيبدأ بقى ايه، يوجهها، سواء بيوجهها بقى للي جاي من تحت، او لو الهافات بتجري معاه فبيبدأ يلعبها للهافات. فهي كانت كورة واحدة يتيمة كان الزمالك بيلعبها. الزمالك عمل كمية تغيير في الخطة او في التشكيل، لا مش في التشكيل، في طريقة اللعب كتير جدا. الزمالك لعب 4-4-2 و3-4-3 و4-2-4 و4-1-4-1، فلعب بحاجات كتير جدا. الفكرة كلها ان الزمالك لعب الشوط الاول كان باين ان هو حلو لسبب. اولا كان عندك طبعا النهارده، على قد ما هو برضو لسه ما جابش مستواه، بس مصطفى شلبي كان عامل ماتش كبير ما بين ان هو بيرجع يدافع وبيطلع يهاجم. كان عامل ماتش جامد جدا، بس برضو كان عنده شويه ناقص لسه، ولسه ما جابش مستواه بعد كل ده. طيب الراجل بقى ليه كان باين ان هو حلو؟ اولا الفرقه اللي قدامك، مع احترامي لفرقه البنك الاهلي، فرقه ضعيفه جدا جدا، مستباحه. يعني تقدر النهارده كان الزمالك ده لو فرقه تانية غير الزمالك النهارده، لو مش هقول بقى ولا اهلي ولا بيراميدز ولا فيوتشر، لو اي فرقه مقاولين، مع احترامي برضو الفرق دي، اتحاد سكندري، مصري، الحاجات دي كلها كانت النهارده ممكن تخلص على الفرقه دي النهارده 2-3-4-0 كمان. مش هيبقى فيه هجوم. الفرقه اصلا دي ما بدأتش تهاجم معاك، او ما بقتش تهاجم غير لما انت خرجت سيف. الكلام هنا مش معنى كده ان سيف كان كويس جدا، لا، سيف برضو كان عنده عيوب، وعيوبه النهارده ان هو كان تقيل جدا. بس الزمالك عمل الشوط الاول خلى ده مش ظاهر، ان الزمالك كان بيضغط باربعه لما كانت الكوره ما تبقاش معاه، كان بيلعب 4-2-4. كان دايما بيسيب الاربعه اللي ورا اللي هم المسلوسي وفتوح، والاتنين اللي معاهم اللي هم السرد باكات، سواء متيب العرب بتاعنا و... والونش. وكان بيسيب معاهم الاتنين اللي هم الارتكاز، اللي هو يعتبر سايبهم مركز ستة، دونجا و... وعبد الغني. وكان دايما الاربعه الباقيين مطرفهم قدام، مطيرهم عليهم على الباكات، فكان الباكات ما كانتش عارفه تستلم، فكانت الكره لو اتلعبت عاليه كان عندك الجزء اللي ورا ده كله بيطلع ياخد الكره او بيلتحم فيها، وساعتها كانت الهافات بتاخدها، او بترجع عندك ورا فالباكات بتاخدها، او ان انت كنت بتضغط ضغط عالي على الباكات فالباكات كانت بتطلع الكره غلط. لو ده بيدل على ضعف الفرقه اللي قدامك. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الزمالك فضل على كده الشوط الاول كله، الكرة وهي مش معاه بيلعب 4-2-4، وأوقات برضه وهي معاه بيلعب 4-2-4 وهو بيهاجم. ولو الكرة معاه وبيبدأ من تحت فكان بيلعب ب3-4-3، وبتتنقل بعد كده ل4-4-2 أو 4-2-4 أو 4-3-3 وهي معاه. وأوقات وهي مش معاه بتبقى 4-3-3 و4-2-4 زي ما شرحتها لكم قبل كده. فالزمالك كان بيلعب بكذا خطة، وانا مش عارف هل ده كان صح ولا غلط. هو بيبقى صح في اوقات وغلط في اوقات. صح لما تكون انت الفرقة دي متعودة على ده وبتلعب بكذا خطة وبتلعب بكذا وبتغير الخطة في الملعب 20 مرة 30 مرة، مفيش مشكلة، ده هيكون حافظة حاجة زي كده. لكن المشكلة ان انت عندك اصلا اللعيبة كانت بتلعب برتم واحد ورتم ثابت، اللي هو 3-4-3 او 5-3-2 في الدفاع، او 4-3 زي ما قلت 4-3-3 او 4-2-3-1. فانت غيرتها كمية تغيير جوه الملعب كبيرة جدا.
فدي ممكن كانت تعمل لك مشاكل، بس ان ده ان هي ما عملتلكش مشاكل النهارده، ان الفرقه اللي قدامك هاديه، الفرقه قدامك اصلا فاتحه ملعب، بتلعب ما دفعتش اصلا طول الماتش، لان انت اصلا جبت الجون برضو بدري، مش في الدقيقه حاجه و30، ده مش متاخر. والفرقه كده كده كانت قبلها اصلا كمان فاتحه معاك، بس الجون اصلا اللي انت جبته هي كوره كده ميته، كوره اترفعت هيد، خلص الكلام. فكان الموضوع برضو سهل، لكن المشكله كلها اللي الواحد بس كان بيتكلم فيها النهارده، ان الزمالك رتمه بطيء، رتم طلوع الكوره بطيء. دي اول حاجه. تاني حاجه، حابب طبعا النهارده اقول لزيزو لعيب واقف على رجله، يمكن الوحيد اللي واقف على رجله من الفرقه كلها، بس عنده كميه انانيه مش طبيعيه. في كوره جت النهارده، هو لو بصاها لسيف وهو بيجري قاطع ما بين الباكين، الكوره كانت اترفعت. ما هي دي برضو الفكره ان الزمالك كان بيلعب بيها، ودي اللي كانت منرفزاني، ان الزمالك ما بيلعبش كوره على الارض. نفسي الزمالك يلعب كوره على الارض، مع ان الزمالك عنده اللي يقدر يلعب كوره على الارض، بدل ما كان بيلعب ب3 النهارده. انا كنت متوقع ان هو هيلعب النهارده ب3 بالحاج وسيف، وهيسيب واحد بقى ورا مركز 6، سواء بقى كان عبد الغني، سواء رؤى، سواء دونجا، حد يكون يعني جامد في النقطة دي. وطبعا الحمد لله احنا معندناش حد جامد في الحتة دي، بس احنا بقول يعني ان احنا لو عندنا في افضل الوحشين، هو كان بالنسبة لي يقطع هو دونجا كقطع. لكن دونجا النهارده كمان كمية مس باص غير طبيعية، هو وعبد الغني النهارده مستباح قوي. وده بان بقى لما الفرقة دي بدأت تضغط عليك، وبدأت تلعب في نص ملعبك، وانت كمان ساعدتها بده في الشوط التاني. فحابب الاول ارجع اقول لزيزو بس يركز شويه، الراجل واقف على حيله، بس هو لازم يستريح، لانه باين ان هو تعب، هل كان بدنيا بيتعب، مع ان الراجل بصراحه ما بيقصرش. دي اول نقطه. النقطه التانية بقى، آه استاذ متيب، معلش يا استاذ حسام، بعد اذنك يعني حضرتك التيك اوف بتاعك بطيء. بطيء ايه؟ ما بيطلعش يعني، هو التيك اوف بتاعه يا دوب شبر كده من على الارض، وده اللي كان، ده اللي في الكوره اللي كانت هتخش فينا جون دي لولا ستر ربنا يعني. فالراجل لازم يركز في الحتة دي شوية مع نفسه، لأن الموضوع بقى صعب جدا عليه لولا ستر ربنا النهاردة فعلا. وبصراحة برضو لولا الونش النهاردة شايل، مع انه لسه ما جابش برضو ربع مستواه والله. كلمة برضو للأستاذ حمزة النهاردة برضو مش وحش ولا حلو، الراجل ما يعني ما عمل اللي عليه، بس الراجل يلعب في 3-4-3، ما يلعبش في 4-4-2 أو 4-2-3-1. الراجل في 3-4-3 سيرد باك تالت، بيفرق معاك وبيغطي صح، وبيقفل معاك كويس جدا. فتوح لسه ما جاش برضو، لسه بدري عليه شوية. حابب بس نرجع لموضوعنا، وهنرجع بعد كده لتقييم اللعيبه. فالزمالك فضل يلعب كده الشوط الاول كويس جدا جدا، لحد ما البنك الاهلي بدا يعمل تبديلاته في نهايه الشوط الاول. برده ما بنتش لحد الدقيقه 60، لان انت كنت بتلعب ب3 في نص ملعب، في منهم واحد بيلعب كوره، هو عيبه بصراحه ان هو تقيل، بياخد الكوره عنده شويه تقل في الحركه، لما ياخد الكوره ويطلع لقدام لازم يبقى فيه سرعه شويه، بس هو الراجل بيقف على كورته، بينزل يعني ياخد الكوره صح، بياخد الكرة من مركز 6 عامة، سواء دونجا أو سواء السيرد باكات، وبيطلع بالكرة، بيبدأ يلاعب سواء مصطفى أو بيلاعب زيزو أو بيلاعب سواء بقى كان الموجود على وقتها كان ناصر. وناصر بصراحة النهاردة برضو أدى ماتش قوي جدا، الراجل عمل اللي عليه وزيادة يعني. ف... فالراجل ككورة حلو. فأنا قلت بقى إن الطبيعي إن في عندك 2 معاك بيشلتوا حرفيا، اللي هما الاتنين اللي في نص الملعب، بيعملوا حاجات مش موجودة في الكورة. فقلت كده هيطلع واحد فيهم يعني، وهينزل بقى بالحاج وتلعب بالكورة وتبدأ تحرك كورة. فلقيت إن سبحان الله أنت طلعت الوحيد اللي بيمسك كورة، ويعتبر هو رابط كل الفرقة ببعض. فتروح أنت مطلعه، وتروح منزل بقى مكانه إيه؟ أستاذ عمرو السيسي طبعا. بقى نص الملعب مراجيح، ولا أنت عارف تقطع، ولا أنت عارف تسلم، ولا أنت عارف تستلم، ولا عارف حتى تقف على الكورة. فبقى في بانت قوي في الجزء اللي هو الأخير، لما آخر حوالي 10 دقايق، لما الكوره كانت بتتلعب عليك كورنرات او كانت بتلعب عليك ضربات حره، كنت انت مش عارف تطلع بالكوره، كنت بتشلت الكوره بره وتستنى هو يهاجم عليك تاني. ومع فرقه زي دي انا ما اعرفش انت ليه دافعت اصلا يعني، يا كابتن مدحت انت ليه دافعت؟ ف... فالزمالك عمل شوط اول قوي جدا وحلو جدا، بس برضو ده ما يمنعش ان اللي قدامك ضعيف، مش حلو ومش احسن حاجه. بس عملت الشوط التاني بقى يعني كوارث. الشوط التاني حرفيا زي ما قلت لك، هو يمكن لو هقول اللي عمل النهارده اللي عليه وشفته بيموت على الكوره النهارده، الصراحه هو الراجل الونش، كان بيحاول على قد ما يقدر. مصطفى شلبي برضو النهارده
يعني عمل اللي عليه، بيهاجم بيدافع، ما قصرش الصراحة. كذلك زيزو وكذلك ناصر منسي. اما الجزيري بقى لما نزل ده كان تبديلة. يعني انا مش عارف، هو الجزيري ما بيحبش يتعب وما بيحبش يعمل مجهود، بس هو الراجل برضو يعني لسه راجع. مش عايز اجي اقرص عليه قوي، بس الراجل ما يعني في كوره بانت قوي. زيزو كانت كوره تتلعب علينا كورنر او ضربه حره، فالكوره طلعت، فزيزو جري ورا الباك، كان هو فاضل باكين ورا هما اللي بيغطوا، فجري وراهم. فقلت خلاص يعني الراجل المفروض هيجري معاه بقى، يعني هما الاتنين فاتحين سبرنتات ورايحين على الاتنين الباكات، والراجل مزنوق، فهو هيباصي للراجل ده مفيش غيره. فبرضه لقيت الجزيري بيتفسح بقى كده، ماشي بيتفسح. فانت بقى زيزو راح حتى زعق له في الكوره دي، قال له اجري روح. فبقى افتكر بقى هنا ان زيزو بقى بيزعق له ولا في حاجه، فبدا يجري على اللاعب، بس كانت خلاص، كانت الكوره يعني بدات تتلعب تاني قدام. النقطه بقى اللي انا مش فاهمها خالص، ايه غايه يعني كل اللي بيدربوا نادي الزمالك عامه من المصريين اللي جم اليومين اللي فاتوا دول، سواء كابتن عبد المقصود او كابتن مدحت، ان هو الدقيقه 90 بتنزل لعيب. لو انت قلت لي علشان ان انت تضيع وقت، فهقول لك ما هو الراجل كده كده حاسب 7 دقايق وكان لسه في الوقت، طب ما تدي الراجل ده 15 دقيقه تلت ساعه يلعب فيهم نشوفه. الراجل اصلا ما بيبانش يعني، الضاي ده اصلا ما بيبانش. فانا مش فاهمها الصراحه، حاجه مش مش مفهومه النقطه دي. النقطه التانية بقى هي زي ما قلت لك، هي سحب الوحيد اللي كان بيلعب كوره. انت لو كنت بتقول انك تدافع وتحافظ على النقطه او تحافظ على الجون يعني، فلا، فده مش صح انك بتحافظ لي على الجون دلوقتي وانا في حاجه ان انا اجيب جون تاني. لا، مع فرقه كانت ممكن وهي جابت جون، بس هو التسلل. بصراحه انا مش عارف، هو فكره التسلل انا مش شايف ان اللعيب متداخل. يعني خلينا اتكلم بحق ربنا، انا دي وجهه نظري، مش شايف ان اللعيب متداخل، بس الله اعلم، ممكن فعلا تكون اللعيب متداخل او في حاجه بقى انا معرفهاش، بس هو الراجل حسبها اوفسايد، يعني الحكم حسبها اوفسايد، فالله اعلم. بس خلينا نتكلم على موجود، ان اللعيب اصلا ما ان الفرقه دي جابت جون وما اتحسبش، فكانت ممكن تخش معاك في الجيم. فليه انت بتأمن مع فرقة اصلا ضعيفة؟ كنت ممكن تزود العدد ده من بدري، كنت ممكن تلعب بلعيب كرة تاني وتبدأ تلعب كرة على الارض وتفتح ملعبك وتلعب وهي الفرقة اصلا مسلمة. ليه اعتمدت؟ هو دي كان اعتماد عامة الزمالك ان هو بياخد الكرة يلعب، والفرقة التانية اصلا كان كل اللي بتعمله شوط اول لحد الدقيقة 60 من انت ما خرجت سيف، انها كانت بتجمع لعب مثلا في الجهة اليمين بتاعتها، وتروح لعبها على طول الناحية التانية. فده كان كل اللي بتعمله، انها بتجمع لعب في ناحيه سواء هنا او هنا، وتروح لعبها على الناحيه التانية، وتجمع لعب وتلعب الناحيه التانية، وكان ما كانش ليها خطوره. انا ما شفتش ان هم يعني حتى لحد الدقيقه تقريبا 80، لحد في نهايه يعني لحد نهايه الماتش اصلا ما فيش كوره على الجون، مفيش غير هي كره الجون اللي ما اتحسبتش. فليه انت عملت النقطه دي؟ انا مش عارف. حابب بقى نرجع بقى اخر حاجه لتقييم اللعيبه. بصراحه ربنا زي ما قلت لك، هما 4 لعيبه، 5 لعيبه مش عايز يعني، في منهم لعيب مش عايز اجي عليه اللي هو فتوح، لان الراجل لسه راجع، بس الراجل عمل ماتش ومش وحش. بس حابب اشكر مصطفى شلبي، الونش، زيزو، ناصر، عملوا اللي عليهم النهارده. اتمنى ان الباقيين يفوقوا معانا شويه. طبعا المسلوسي برضو مش قادر اتكلم عليه عشان ما نساهوش، الراجل برضو راجع من فتره طويله جدا كان قاعد فيها، فاتمنى ان الفتره الجايه تكون احسن. الراجل اللي جاي اهو خلاص، هنشوف بقى هيعمل معاهم ايه، بس احنا مش مستنيين منه حاجه الموسم ده، الراجل ده جاي للسنه الجايه، عايزين نشوفه الفتره الجايه هيعمل ايه. ماتش نتعلم منه. المكاسب اللي عندنا هم ال5 اللي انا قلت عليهم، وجنبهم المسلوسي برضو. عيوب الماتش النهارده هي فكرة التبديلات، والتبديل مش في وقته. التبديل ان انت اصلا منزل 3 بقوا مركز 6 في نص الملعب، والتلاتة اصلا عندهم الاستلام والتسليم واقع خالص، مش هقولك اكتر من كده. يعني هما ولا فيهم حد بصير ولا فيهم حد اصلا بيروح على الجون. 3 حتى في كرة بانت قوي في دونجا، المفروض الكرة اصلا حط وش رجلك واملى وش رجلك ووطي وش رجلك وحط الكرة هتروح، فانت رحت راكنها ببطن رجلك. دي كانت عامة في كانت في الشوط التاني، لا في الشوط الاول. فكانت بانت قوي ضعف ال3 دول. فكان رأيي الشخصي انك تلعب بحد تاني زي بالحاج مع سيف، وما تطلعش سيف. انا قلت ان انت اكيد هتطلع واحد من الاتنين تانيين، سواء دونجا او عبد الغني، لانه كانوا فيه بجد كوارث، في كوارث في الباص وفي الاستلام وفي التحرك. بس هو قال يأمن وهي مشيت الحمد لله يعني. بس الفكرة كلها ان انت لازم تبص لده بعدين، هو جاي خلاص كابتن مدحت يعني
ما اعتقدش ان غير ده اخر ماتش ليه، مش هيلعب الماتش الجاي، مش هيحاول، ان الراجل خلاص جاي يوم التلات. اتمنى اشوف كرة احسن، اتمنى اشوف لعيبة عايزة تكسب افضل النهاردة فعلا. شفت اللعيبة عايزة تعمل ده. في حاجة اخيرة بقى بالنسبة للجمهور اللي راح النهاردة، يعني انت بتنادي على اللعيبة بتقول لهم ولا اقول له لا الزمالك يجي كله، زمالك ايه اللي يجي كله يا جماعه؟ الزمالك اصلا ما عملش حاجه، اللعيبه ما عملتش حاجه لسه. هو ده انت كسبان ماتش كده النهارده مع فرقه تانية النهارده كانت ممكن تخسرك. فلسه بدري، لسه بدري انك تقول للعيبه تعالى وتشجع وبتاع. احنا بنشجع كده كده، بتشجع الكيان نفسه. الماتش تروح بتشجع، الزمالك كسب خلاص تمام، الزمالك ما كسبش خلاص. لكن الفكره كلها مش انك تروح تبقى تشجع اللعيبه وتقول لهم تعالوا. لسه بدري قوي يا جماعه ان انت تتكلم مع اللعيب ولا تقول له اي حاجه. اي لعيب منهم يا جماعه انت كده كده ولا اي حاجه، ما يشغلكش اصلا. الراجل ما بيعملش حاجه وما عملش لسه حاجه. فالنهارده انا دي مستغربه قوي من الناس اللي راحت النهارده المدرج عامه او الاستاد انها تشجع. اتمنى ان انا اشوف جمهور نادي الزمالك فعلا في ظهر النادي بس، ملوش دعوه باسامي، ملوش دعوه بلعيبه، ملوش دعوه باي حد. وما اشوفش دي دلوقتي لما يكون اللعيبه دي جايبه لي بطولات. النهارده انت بتقول له تعالى وبتشجعه على اساس ايه؟ ما هو خارج دوري مفيش، افريقيا مفيش، كاس مفيش، قدامكش غير هما بطولتين، وواحده فيهم هتقابل فيها يا اما بيراميدز يا اما الاهلي، واحده تانية هتلعب مع فرق يعني بسم الله ما شاء الله مصاريف وفلوس ولاعيبه وكل حاجه. فالله اعلم في اللي جاي هيبقى فيه ايه، بس انت المفروض تقف جنب النادي الاول. ما يشغلكش غير لما تحس ان اللعيبه بدات تقف على رجليها، الزمالك بدا يرجع ليه المكسب عامه، مش ماتش النهارده ممكن تكسب ماتش، الماتش الجاي ممكن ما تكسبش تاني، الله اعلم. فاتمنى ان الحركه دي عامه يعني، وطبعا كل واحد حر، بس انا مش شايفها صح خالص من النهارده من الناس اللي راحت الاستاد. بالنسبه بقى لاخر حاجه زي ما قلت لك، الراجل النهارده هيجي يوم التلات. اتمنى اشوف هيعمل ايه مع اللعيبه، ان الكلام من الراجل ده يعني بيعرف يظبط اوضه اللبس. اوضه اللبس محتاجه ظبط كويس جدا. النهارده حسيت ان في شويه روح من لعيبه نادي الزمالك، بس في لعيبه لسه بدري قوي لازم ترجع ونشوفها. يلا اشوفكم على خير، وما تنسوش تعملوا لايك فولو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. آه ويا ريت اعرف منكم كده رايكم في الماتش، ومين كان احسن لاعب ومين كان ما عجبكمش النهارده، وايه رايكم في التبديلات اللي عملها النهارده كابتن مدحت. واشوفكم على خير، ويلا استنوني بكره ان شاء الله في ماتش تحليل ماتش الاهلي وبيراميدز في نهائي الكاس. يلا سلام.